أنتم كنتوا تمروا على ليبيا، ما يسمى بليبيا الآن، بدون جواز سفر، تذهبوا إلى الحج بدون جواز سفر. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود. امنعوا التونسي انه يمشي لليبيا، امنعوا الجزائري انه يمشي للمغرب، امنعوا المصري انه يمشي لليبيا، امنعوا السوداني والمصري انه يتلاقوا، علشان تبقى هذه الامه مشلوله. يا اخواننا لابد نفيق، نحن في خطر. فعلا نحتفل اليوم بان تونس دوله مستقله، والجزائر الحمد لله بعد هالعذاب دوله مستقله، وليبيا كذلك. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكره نكونوا مستقلين ام لا، قد نكون مستعبدين، لان هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني ما هو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به، ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الاقوى الذي قادر يدفن فلسطين احياء، هذا هو اللي باقي، اللي عنده الفانتوم الامريكيه هو اللي باقي. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف منحط، هو الذي سبب الكوارث في البشريه، هو الذي قاد الحرب العالميه الاولى والثانيه والصليبيه والبونيقيه، ولا زال يقود حروب جديده لتدمير البشريه. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضيه؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف، وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازيه الاستغلاليه العنصريه الحاقده. الشعوب الاوروبيه لا تريد ان تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد ان يقاتل الجزائر او تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظريه الحكوميه، نظريه العسف والاستغلال، هذه الدوائر حاقده جدا وتقود حرب حاقده ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم اذا وجدوا فيكم ضعفا، اذا وجدوا فيكم ثغره، لا يراع فيكم الا ولا ذمه. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.